السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الجو بقى الشتاء وساقعه، فعايزين حاجه ناكلها تدفينا وحلوه وفي نفس الوقت اقتصاديه مش مكلفه. هنعمل مع بعض صينيه بطاطا بالبشاميل حلوه جدا، بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه جبت بطاطا وغسلتها كويس قوي. بعد كده رحت مقشراها، طبعا تجيبي الكميه اللي انت عايزاها. دول حوالي كيلو او كيلو وربع. غسلتها كويس جدا، بعد كده قشرتها وهقطعها كده زي ما انتوا شايفين طرنشات. وهروح بقى جايبه حله وحاطه فيها البطاطا ديت، واحط عليها نص كوبايه سكر وكوبايه ونص ميه، واروح حطاهم على النار يتسلقوا. حطيت حله البطاطا زي ما انتوا شايفينها على النار بتتسلق، ما بتاخدش 10 دقايق. نخليها كده لغايه ما تستوى، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. البطاطا استوت معانا، ما خدتش 10 دقايق، بتستوي بسرعه ما بتاخدش وقت. هجيب كده طبق وهجيب مصفى واصفي الميه اللي فيها. انا عايزه اخلي الميه لوحدها والبطاطا لوحدها تبقى متصفيه كويس، ما فيهاش ميه خالص، مش عايزه فيها ميه نهائي. هاخد البطاطا وهرسها بالهاند بلندر او بشوكه او بهرسه البطاطس باي حاجه، لان هي بتستوى وبتتهرس معانا بكل سهوله. نهرسها كده خالص، ولو انت حابه يبقى فيها قطع ممكن، لكن انا بحب اهرسها كده خالص تبقى بيوري زي ما انتوا شايفينها كده. وهروح بقى على النار احط كسرولة كده عشان اعمل البشاميل. احط 3 مكعبات زبده وما خليهاش تسيح عشان ما تتحرقش، اروح حاطه عليها 3 معالق دقيق واقلب كده، وهي الزبده هتسيح معانا، بس انا ما خليتش الزبده تسيح عشان لو سبتها تسيح هتغمق معانا. حطيت عليها الدقيق على طول واقلب فيهم، عايزه الدقيق يطلع ريحته مش عايزاه ياخد لون. اول ما تشم ريحته طلعت، هروح نازله عليه بالميه بتاعت سليق البطاطا وحليب. يعني اخلي الميه والحليب 3 كوبايات. يعني مثلا لو كوباية مية بتاعت سليق بطاطا، يبقى حطي كوبايتين لبن. لو كوباية ونص المية، حطي كوباية ونص حليب. لا، المهم يكون الاتنين 3 كوبايات. ونقلب على طول على طول عشان ما يكتلش كده معانا. شايفين؟ الله على الجمال. لان مية البطاطا دي بتخلي البشاميل طعمه حلو جدا، ولونه بيبقى مصفر شوية والطعم تحفة. اقلب كده على طول، واحط معاهم 3 معالق سكر او ممكن 4 حسب ما تحب الحلاوة، بس ما نكترش علشان خاطر البطاطا بتبقى معسلة معانا. واقلب لغاية ما تاخد القوام الحلو واطفي عليها. بعد كده بقى هجيب البطاطا طبعا اللي احنا هرسناها، بصوا بقت بيوريه وحلوة جدا. والموضوع ده اختياري. بحط عليها شوية زبيب وشوية جوز الهند، بيخلوا طعمها حلو جدا. هي من غير حاجة طعمها حلو، وده بيزود الطعامة وحلاوتها بتبقى حلوة جدا. حطيت شوية جوز هند وشوية زبيب ومكعب زبدة كده، برضو ده اختياري. بيخلي برضو بيزود من الطعم، بيخلي طعمها حلو جدا. واقلبهم بقى كده مع بعض. طبعا الزبدة هتسيح على طول لان البطاطا سخنة. واقلب كله بقى مع بعض. بعد كده بقى هجيب صينية بايركس، قالب اي حاجة، وادهنه شوية زيت كده صغيرين. واحط بقى البطاطا بتاعتنا في الصينية او البايركس او القالب. انا هحطها في القالب بتاعي واسويها كده بالمعلقة كلها تساوي. طبعا الكمية كبيرة، انا هقسمها في قالب صغير تاني. بعد كده بقى هنزل عليها بالبشاميل من فوق الوش. البشاميل ده طعمه حلو جدا، تحفة. شايفين البشاميل حلو جدا. والبقية البطاطا احطها بقى في القالب الصغير ده، واحط برضو فوق الوش البشاميل. وما نحطش اي حاجة من فوق الوش خالص طبعا. وانا شغالة على الفرن على درجة حرارة 180، وتشغلي الشواية. هي كله مستوي، هتاخد الوش وهتطلع وهنشوفها. الصينية بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شايفين شكلها حلوة جدا. خدت الوش بقى الذهبي، وطعمها وريحتها حلوة جدا. جوز الهند والزبيب ريحتهم طالعة، مخلين البطاطا طعمها حلو قوي قوي. حلوة جدا، حاجة حلوة عاملينها لأولادنا، ومش مكلفة خالص، حاجة اقتصادية وطعمها حلو جدا. وتاكليها بقى وهي سخنة وهي ساقعة، تبقى جميلة جدا. طبعا في الجو اللي احنا فيه ده تتاكل كده وهي سخنة حلوة قوي، او تسيبيها تبرد وتقطعيها بألف هنا. جربيها واعمليها لأولادك وهتعجبهم. واهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.